النشرة الاقتصادية. العناوين: أسعار اللحوم تحطم الأرقام القياسية والمستهلك في قلب أزمة متعددة الأبعاد. إليكم التفاصيل. تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى ارتفاعاً صاروخياً في أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها، في وقت يعيش فيه المواطن المغربي وضعاً اقتصادياً متأزماً مطبوعاً بغلاء المعيشة وتداعيات سنوات الجفاف المتتالية. وفي ظل هذا الوضع، حذرت جمعيات حماية المستهلك من استغلال بعض التجار والموزعين للطلب الموسمي على اللحوم، ووصفت ما يحدث بأنه مضاربة واضحة تجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن. الخبير في قانون حماية المستهلك وديع مديح أوضح أن هذه الزيادات ليست وليدة اللحظة، بل كانت متوقعة نتيجة تراجع الإنتاج الوطني بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف أن غياب الوعي الاستهلاكي والاندفاع نحو اقتناء اللحوم بكميات كبيرة بحجة مناسبات مثل العقيقة ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب. من جانبه، اعتبر بوجمعة موجي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء أن هذه الأسعار غير قانونية وغير مبررة، مشدداً على ضرورة احترام التوجيهات الرسمية، وعلى رأسها النداء الملكي الداعي إلى عدم ذبح الأضاحي من أجل حماية القطيع الوطني وإعادة التوازن إلى السوق. وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، لجأت الحكومة إلى تعزيز واردات اللحوم من الخارج، حيث استوردت خلال الشهور الأخيرة آلاف الأطنان من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى رؤوس أغنام حية من إسبانيا ودول أخرى، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل ميسورة للمواطنين. ورغم الجدل الدائر حول تأثير هذه اللحوم المستوردة على السوق المحلي، تؤكد السلطات أن جميع الشحنات تخضع لمراقبة بيطرية صارمة وفق المعايير الوطنية والدولية. ويبقى الرهان اليوم حسب المتابعين على وعي المواطن وعلى ضرورة الابتعاد عن الممارسات العشوائية التي تفتح الباب أمام المضاربين، مع التمسك بروح التضامن والاعتدال حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي وتقاليد العيد. كانت هذه أبرز مستجدات ملف اللحوم وارتفاع أسعارها. نترككم الآن مع باقي فقرات النشرة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا على ماروك تي في. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.